السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله جميعا، ونواصل الحديث عن القرآن الكريم وعجائبه. واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن واوي الثمانية. إذا إليكم الجزء الأول من واوي الثمانية، ونواصل في فيديوهات لاحقة بإذن الله. إذا بالنسبة لواوي الثمانية، هو حرف يعني كجميع الحروف له موقع، وموقع كما قلنا موقع كل حرف في القرآن الكريم هو موقع مضبوط وفق موازين اتسق عليها. إذا حسن البيان وروعة النظم. وقلنا بأن كل حرف فيه له نظام معجز وله دلالة واضحة تتفاعل مع المعنى الذي يرمي إليه اللفظ. بالنسبة هذه العجائب التي لا تنقضي، هناك تفاصيل لغوية دقيقة، وكما قلت من بينها واو الثمانية، وهي واو عطف تأتي بعد 7 صفات مذكورة على نسق واحد من غير عطف. نأخذ هنا مثلا سيقولون 3، إذن ليست هناك واو. رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم، ويقولون هنا كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم. إذن هنا جاءت الواو. إذن هناك يعني تتابع لهذه الصفات يعني مذكورة، أو لهذه الأعداد إذن على نسق واحد من غير عطف. إذن وتدخل على الصفة الثامنة، ها هي، لتعطفها على ما سبق. وقد تأتي واو الثمانية لتدل على أن المعتبر عنده عدده 8. مثلا الآن أصحاب الكهف، إذن عددهم 8، إما بشكل صريح إذن أو معنوي يعرف من معنى النص. ويرجى الانتباه إلى أن واو الثمانية في القرآن الكريم لا تأتي مع الصفة الثامنة إلا إذا كان هناك شرط التنافي بين الصفة السابعة والثامنة، فإن لم يكن التنافي بينهما جاز ذكر الواو وجاز عدم ذكرها. وسنرى بعض الآيات في الفيديوهات اللاحقة التي أتت فيها واو الثمانية مع شرح موقع هذه الواو. إلى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.